السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا كيكة النهاردة في منتهى الجمال، ديزاين بسيط جدا، درجة لون واحدة، مش هنغير في حاجات كتير. كيكة القلب من الكيكة الدائرية ان شاء الله هنعملها بتفاصيل بسيطة جدا. ما شاء الله مقاس الكيكة دي 26، حجم الكيكة اللهم بارك حجم كبير جدا. تابع معايا الفيديو عشان نشوف تفاصيل الكيك. اول حاجه معايا هنا سبونج دقيق سبونج الجاهز فانيليا، عندي 600 جرام من دقيق السبونج، حطيت عليهم 6 بيضات، حطيت عليهم كمان نص كوبايه من الميه زائد شويه صغيرين. هنضيف عليهم نص معلقه صغيره الفانيليا اللي متعودين عليها عشان البيض، ورشه الخل الصغيره. كمان عندي معلقه كبيره من محسن الجل، وهنضرب السبونج بتاعنا في العجان على اعلى سرعه لحد ما ناخد قوام السبونج اللي احنا متعودين عليه. عايزه اقولك ان المحسن ده اختياري، دايما بقولك في كل الفيديوهات، لو انتي ست بيت بتعملي كيك للاولاد في البيت فمش شرط ابدا انك تشتري محسن جل. يعني كفايه انك تشتري السبونج، دقيق السبونج، وتضربيهم مع البيض، هو فيه كل المواد الرافعه وما شاء الله بيطلع معاكي ناجح. بس عشان شغلنا احنا بنحب نفضل نضيف محسن جل، بيفرق معانا في ارتفاع السبونج وكمان في القوام بتاعه. جهزت الصينيه بتاعتي مقاس 26، وهبتدي ابطنها بورق زبده من القاع، والجوانب عشان الجوانب عندي كانت واطية، القالب ده مش مرتفع الجوانب بتاعته، فببتدي ان انا احط ورق زبدة في الجوانب. بعد ما قوام السبونج بتاعي ما شاء الله وصل للشكل اللي احنا شايفينه ده، قوام ناجح جدا، تقيل ولونه ابيض، وزي ما احنا شايفين تضاعف معايا الحجم. الفرن بتاعي طبعا ابتديت اشغله قبل ما ابتدي تماما في تجهيز الكيك على درجة حرارة 180، كون سخن معانا الفرن وجاهز ان احنا ندخل فيه الكيك. بعد ما الاسبونج بتاعنا جاهز بالشكل ده، هبتدي اقلب بس من تحت عشان ما يكونش فيه دقيق ما اختلطش، وهبتدي اضيفه عندي في القالب بتاعي. انا ضفت الخليط ودخلته الفرن، هيقعد معانا ساعة، وبعد ساعة بنشوف الكيك بتاعنا بنختبره، بنشوف استوى وكان مظبوط بنطلعه وبنغطيه وبنسيبه لتاني يوم. مهم جدا ان يكون عندك مثلا كيك حابه انك تعمليها فقبل بيوم انك تخبزي الكيك. طيب انا اوقات بيجيني شغل مضطره ان انا اخبزها في نفس اليوم، فانا بخبزها الصبح مثلا وابتدي انها تبرد تماما لاخر النهار وابتدي اشتغل فيها عادي جدا. انا هنا هبتدي اجهز معاكم الكريمه، عندي هنا كوبايتين من الميه المتلجين، وهبتدي اضيف عليهم معلقتين من السكر، معلقتين من اللبن البودر، واللبن البودر برضه هقولك انه اختياري، لان اللبن البودر بيعزز الطعم، بيخلي نكهة الكريمة اذكى، وبتكون فيها دسامة ألذ، يعني بتكون طعمها حلو. لكن لو جودة الكريمة بتاعتك انت متأكدة ان هي مش محتاجة فما تضيفيش عادي تماما. الكيكة دي انا هضيفت عليها على كوبايتين مية باردين متلجين، كوباية ونص من الكريمة. الكوباية ونص دول انا استعملت للكيك، وكمان كان في معايا كب كيك 12، ابتديت ان انا ازين بيهم من الكريمة دي. طيب انا نرجع بس هنا دلوقتي بس للكيك. الكيك بتاعي شايفين ارتفاعه مش زي ما انا كنت متعودة تماما في الكيك بتاعي ان انا ادخله الفرن يطلع ارتفاعه بالمقدار اللي هو 600 جرام. فانا مستغربة تماما الكيكة دي، ودي كوارث بتحصل معانا عادي جدا في الشغل، بس لما بيكون عندنا وقت او مجهزين الكيك قبل بيوم بيكون عارفين الارتفاع بتاعنا هيكون عامل ازاي. انا لما طلعت الكيك ولقيتها بالارتفاع ده، لحقت نفسي وبسرعة خبزت عندي ربع كيلو من دقيق السبونج على 3 بيضات علشان اطلع الاوردر بتاعي مظبوط. طب انا لو ما استعملتش المنشار واستعملت السكينة دي هطلع ال3 طبقات حلوين جدا عادي، بس انا عشان بستعمل المنشار ومتعودة على طبقة معينة في الكيك بتاعي، ارتفاع معين، فما كنتش راضية تماما ان انا اقلل في ارتفاع الكيك اللي انا هقسمه، ده يطلع معايا 3 طبقات عادي جدا ان انا هقسمه عندي بالسكينة. لكن شايفين انا هنا رفعت المنشار بتاعي كمان اعلى علشان خاطر يكون ارتفاع الكيك ما شاء الله، يعني شايفين ما شاء الله سمك القطعة او الطبقة كان مرتفعة وحلوة جدا. انا خبزت ربع كيلو من دي سبونج برضو في صينية مقاس 26، طلعت معايا برضو طبقة ما شاء الله حلوة جدا. 3 بيضات على ربع كيلو دي سبونج، عليهم معلقة رشة فانيليا، وعليهم معلقة صغيرة من محسن الجل، طلع معايا الطبقة الثالثة من الكيك. يعني بيحصل معانا حاجات غريبة في الشغل، مش شرط انه مثلا انا متعودة على نفس الاسبونج ومتعودة على نفس الشغل، بس بتحصل معانا ان الكيكة هبطت، وده اشياء بتبقى مفاجأة ومش دايما بتحصل، لان احنا متعودين على شغلنا، فبتحصل برضو كوارث زي ما بنقول، زي اي ست بيت بيحصل معاه. بس دي الطبقات اللي انا
يعني اكتر من المعتاد. تمام. انا هنا بعد الكريمة بتاعتي ما انضربت ابتديت احط على البورد ده مقاس 32، يعني حجمها اكبر علشان خاطر رسمة القلب بتاعتي تكون مظبوطة ومرتاحة على البورد بتاعنا. سقيت الكيك بالسيرب الخفيف، ودايما بنقول سيرب خفيف يعني كوباية من السكر كوبايتين من المية يغلوا غلوة على النار. بعد كده بطفي عليهم واحط رشة فانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا واسيبهم يبرد تماما، وببتدي اسقي بيه الكيك. بحط طبقة الكريمة ووزعتها، والحشوة كانت عندي شوكولاتة، واحط الطبقة التانية، وطبعا لازم اسقيها واوزع الكريمة كويس جدا. شايفين ارتفاع طبقات الكيك؟ يعني ارتفاع ما شاء الله جميل جدا جدا، مرتفع غير العادي. بس زي ما قلت لكم حصل اختلاف عندي في تسوية الكيك او ارتفاع الكيك لما طلع، فاضطريت ان انا اخبز عندي ربع كيلو تاني. لكن لو في العادي ممكن ان احنا نعمل عادي النص كيلو سبونج، هيطلع معانا برضو 3 طبقات، ال 600 جرام يطلعوا برضو معانا حسب تقطيعك بالطبقات الكيك. بعد ما حطيت اخر طبقة معايا كانت بارزة شوية عن الطبقات اللي تحت، فابتديت اشيل الجوانب بتاعتها واسقي اخر طبقة، وهبتدي ان انا احدد التقسيمة بتاعت القلب علشان خاطر نحط رسمة القلب من غير اي صعوبة في الموضوع. نمسح البورد بتاعنا الاول، والكريمة من وقت للتاني واحنا بنشتغل بنقلبها عشان اي فراغات هواء تكون خرجت، ونقدر ان احنا نطلع الكريمة بشكل حلو جدا. هنا بعد ما حطيت كريمة من فوق بس عشان نحدد الشكل، زي يعني بس الفكرة في النقطة دي عشان ابين لك بس الرسمة اللي احنا بنشتغل عليها. جيت على الجزء اللي هو قصاد المكان الفاضي من البورد، ابتديت ان انا احط عليه كريمة عشان الجزء اللي ورا لما اقسم منه قطعة القلب اللي انا برسم عليها القلب الزقها على الكريمة وتطلع معايا متماسكة وحلوة جدا. بتتماسك على الكريمة من غير اي صعوبة، محدش يقلق من ان القطعة دي هتنفصل عن الكيك. يعني انا ممكن اشيل الكيك دلوقتي بعد ما انا لزقت الجزء ده، هشيل الكيك عادي جدا من غير اي صعوبة. هنيجي للجزء اللي قدام ده اللي هو التمانية اللي دايما بنعمله عشان نطلع رسمة القلب بشكل حلو جدا. ونبتدي دلوقتي ندي طبقة خفيفة للكيك من الكريمة عشان نحبس الفتات بتاعة الكيك وناخد الشكل النهائي في التجليس يكون نظيف وحلو وما يطلعش معانا فتات من الكيك. زي ما احنا شايفين دلوقتي باخد بالسكرابر بتاعي شوية من الكريمة علشان خاطر ادي طبقة خفيفة من الكريمة على الكيك تحبس لي الفتات زي ما احنا قلنا. هنبتدي نجلس التجليس النهائي، مش هيكون ظاهر معانا اي فتات من الكيك ولا هنتغلب في تجليس الكيك تماما. طيب فكرة انه نشتغل بالسكرابر ولا نشتغل بالكيس الحلواني في توزيع الكريمة اللي ايدك تريحك عليه. بس عايزة اقولك اول ما تشتغلي في حاجة وتتعودي عليها خلاص بتفضل دي الطريقة بتاعتك. انا جلست كتير جدا بالكيس الحلواني وجلست كتير جدا بالسكرابر، الاتنين قد ما انا اشتغلت فيهم واتعودت عليهم الموضوع سهل جدا عندي، فانتي الموضوع بالنسبة لك ممارسة. الكريمة اللي عندي انا حطيت الكيك طبعا في التلاجة بعد ما مسحت البورد، ابتديت ان انا اغير درجة اللون بتاعة الكريمة. حطيت اللون البينك، الوان طعام جل مخصوصة للكريمة. ابتديت ان انا احط درجة اللون، وكان عندي شوية كريمة بينك برضو من كيك قبلها بيوم، ضفتها على الكريمة وضربتهم. ما بشتغلش بالكريمة اللي متبقية عندي مثلا في التلاجة او الفريزر، ما بشتغلش بيها مباشر للكيك، انا بضربها مع كريمة جديدة علشان تكون القوام بتاعها مظبوط وحلو وتديني شكل نهائي للكيك يكون مظبوط. اي كريمة متبقية عندي بضيفها عادي في الفريزر، ولما بحتاجها بطلعها وبضربها عادي مع الكريمة الجديدة بتديني نتيجة كويسة. كطعم ما بيتغيرش فيها اي طعم طول ما انتي محتفظة فيها في التبريد المظبوط. خدت درجة اللون اللي انا عايزاها، درجة البينك بنضيفها تدريجيا حسب الكيك احنا عايزين لونها ايه. اي درجة لون في الحياة تماما بنحب نضيفها على الكريمة، بنضيفها تدريجيا لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. تمام. بعد ما اخدت درجة اللون ابتديت اجلس الكيك من فوق، ووزعت الكريمة كويس وخدت سطح كويس من فوق املس وناعم. ابتديت برضو اجلس من الجوانب، وهنشوف مع بعض تجليس الكيك. احنا اتعودنا على التجليس سواء بالكيس او بالسكرابر اللي ايدك ترتاح عليه في الشغل اشتغلي فيه. يعني تقدري تحطي في الكيس الحلواني وتجلسي جوانب الكيك او من فوق بالكيس، وتبتدي بالسكرابر تمشي على الكريمة وهيطلع معاكي برضو الشغل جميل جدا.
سواء بالكيس او بالسكرابر. الشغل ده عبارة عن ممارسة، والنجاح فيه برضو انك تكوني ممارسة الشغل ده يطلع معاكي ان شاء الله ناجح جدا ومظبوط. بعد ما بمشي بالسكرابر اي زوايد من فوق بنشيلها من بره لجوه بالسكرابر، مسحه كده تكون خفيفه. السكرابر بتاعي ما بيكونش مستطيل او مستقيم على الكيك، بيكون فيه ميلان عشان يديني شكل حلو، وكمان تجليس ما ياخدش الكريمه كلها من على جوانب الكيك. التجليس بيكون يا جماعه ايدك تكون خفيفه زي ما احنا شايفين. بعد ما اخدت الجزء من فوق الزوايد من بره لجوه، اي كريمة زايدة معانا لازم نتخلص منها. الكيك عمري ما ضفت عليه كريمة كتير علشان يطلع شكلها حلو، عشان خاطر الرسمة بتاعتها تكون مظبوطة. الكيك مظبوط عليه مقدار معين من الكريمة بيبان معاكي في التجليس. يعني لو انتي زودتي كريمة هتبان برضو في الشغل، هتبان حجم الكيك، هيبان كل حاجة في الكيك بتاعك اذا انتي زودت عليه اكتر من المعتاد. بعد ما جلست الكيك بتاعي من فوق ومن الجوانب بشكل حلو جدا ومسحت البورد، حطيت باقي الكريمة عندي في الكيس الحلواني مع التب بتاع البيتي فور اللي هو الحجم الكبير، وابتديت اعمل روزيتات او تحديد للكيك من فوق، وكمان تحديد الكيك كمان من تحت اداها شكل في منتهى الجمال. الطلب في الكيكة دي انه الكيكة تكون سيمبل ولونها موحد، ما يكونش فيها اي اضافات. بس انا بصراحة كنت حاسة ان في حاجات كتير عايزة نكسر اللون فيها في الكيك، فانا هنا حطيت الكتابة في مولدن الشوكولاتة، شوكولاتة بيضة سيحتها على حمام بخار او في الميكرويف بدون اي اضافات. حطيت انا الاحرف بتاعتي اللي انا محتاجاها او الجملة اللي انا محتاجاها بالشوكولاتة البيضة زي ما احنا شايفين. وبعد ما بردت وتماسكت طلعتها من المولدن بتاع الشوكولاتة او مولدن الاحرف، وابتديت ان انا ارصها على الكيك من فوق على السطح بالشكل ده. رصيتها بشكل مظبوط جدا، وقست عندي الشكل ان انا هضيف عليه الاحرف عشان شكلها ان يكون متناسق في المنتصف بالظبط. يعني انتي بالعين كده تشوفي انتي محتاجة تضيفي الشكل فين او الاسماء والاحرف عشان يطلع معاكي الشكل متناسق وحلو بالشكل ده. كمان جهزت عندي قلوب بالشوكولاتة البيضة برضو مسيحتها في المولدن بتاع الشوكولاتة. القلوب في احجام صغيرة وكبيرة. بعد ما طلعت الشوكولاتة من المولدن بالشكل ده، دي الشوكولاتة القلوب الصغيرة، واستعملت القلوب اللي هي الكبيرة دهنتها بالدست اللامع علشان خاطر تديها لمعة ويكسر كمان معايا اللون في الكيك من فوق بالشكل ده. حطيتها جنب روزيتات، والقلوب الصغيرة انا استعملتها للكب كيك، وهنشوف مع بعض الكب كيك دلوقتي. كان مطلوب 24 كب كيك زينتهم بيه برضو الشوكولاتة البيضة قلوب، وكمان كان الشوكولاتة الشباك، ومطلوبة برضو بنفس درجة اللون بتاعة الكيك، وكان شكلهم حلو جدا. طريقة الكب كيك موجودة على القناة، تقدروا ترجعوا لها. 24 كب كيك بنفس المقدار ما شاء الله. وده كان الشكل النهائي للكيك والكب كيك. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون فيه افادة ليكم، وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو قوليلي رايك في الكومنتات، لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس لكيك نوفا. اسيبكم في رعاية الله، انتظروني، باي باي.